اليوم صلحت الحلا التركي تشاك تشاك على قولتهم. طريقته حلوة، طعمه جيد. نشوف الطريقة مع بعض. يا هلا وسهلا، حياكم الله جميعا، يسعد اوقاتكم. اليوم ان شاء الله بصلح معكم الحلا التركي تشاك تشاك كذا صح. المهم عندي بالجرامات اليوم صلحتها 300 جرام طحين ابيض او تحطين طحين بر اللي تبون، 100 جرام ماء او حليب. انا حطيت ماء ومعاه ملعقتين حليب بودرة، حبة بيض، 50 جرام اصبع زبدة، ملعقة صغيرة بيكنج بودر، وملعقة صغيرة فانيليا، شوي ملح، وملعقة كبيرة سكر، وملعقة كبيرة كاكاو للقسم اللي باخذ منه. نبدأ بسم الله، نحط أول شي الماء، ونحط الحليب البودرة أو تحطون حليب، 100 جرام حليب، سكر، حبة البيض، 50 جرام زبدة، والبيكنج بودر والفانيليا والملح، نخلطهم. بسم الله. نعجنهم ب 300 جرام طحين. إذا شفتوا محتاج ممكن تزيدون، أو العجينة قاسية ممكن تزيدون ماء. المهم إذا عجنتها باخذ ثلث الكمية وأحط عليه ملعقة كاكاو بودرة، أو تخلطون مقدار ثاني تحطون معه ملعقة كاكاو بودرة. اللهم صل على محمد. أول ما أتلم كذا معكم شيلوا ثلث العجين وحطوا عليه ملعقة بيكنج بودر، بعدين كملوا الخلط. تقريبا هذا الثلث. برجع لها أكمل عجن، أحط عليه ملعقة كاكاو بودرة، رشة بسيطة من الماء بس عشان تمتزج المكونات. نعجن. هذه تكون الشوكولاتة الطبقة الوسطية، وهذه تكون طبقتين. يلا بكمل العجن وارجع لكم ان شاء الله. خلاص شوف العجينة عندي كيف، هذا الثلث وهذا الثلثين الابيض. بغطيهم لمدة 10 دقايق ونرجع ان شاء الله نفردهم معكم باذن الله. اللهم صل على محمد. نرجع للعجينة الان نفردها. هذا الثلث وهنا الثلثين. اول شي بفرد اللي بالكاكاو، هذه بتكون طبقة الوسط. بما ان العجينة شوي فبتكون كمية قليلة. نشيلها على جنب ونفرد العجينة الجنب نفس الشيء على شوية طحين، بتكون أكبر. أو تقسمونها قسمين، تفردون كل قسم لحاله، بس أنا بفردها كلها وحدة وبطبقها على بعض. يعني أفرد القسم الأبيض ونحط عليه القسم البني. نفردها مرة ثانية، نقطعها. يلا بفردها إن شاء الله برجع لكم. الآن بعد ما فردتها صارت الطبقة البنية في الوسط، طبقتين أبيض من تحت وفوق. ما تقطعونها بالعجلة هذه، تكون متعددة العجلات، يعني تعطيكم مقاس واحد، أو بالعجلة هذه تقطعونها مربعات. بسم الله. نفس الشيء. خلاص كملت. ما بقى شيء. زي ما قلت لكم الكمية قليلة. طريقة التشكيل تكون بهذه الطريقة. تمسكون الطرفين هذه مع بعض والطرفين الأسفل مع بعض،
بهذا الشكل. حاولوا تضغطون عليها عشان ما تنفتح وقت القلي، تكون بهذه الطريقة. امسكون الطرفين هذه مع بعض والطرفين من أسفل مع بعض. الطرفين هذه تمسكونها ومن تحت نفس الشي تمسكون، تزمونها كذا شوي وخلاص. ونكملها نقليها بالزيت. الآن الزيت ساخن، نقليها مباشر. يلا بكمل إن شاء الله ونقليها على طول. بسم الله توكلنا على الله. هذا الحلا خلاص جاهز. هذه الكمية بس اللي طلعت. الآن الزيت سخنته، نجرب قطعة. تو باقي شوي بس انتظره يسخن. ونبدأ. بسم الله توكلنا على الله. حاول تكون مسكرة زين. بسم الله. تحلونها بعسل أو بشيرة أو بحليب محلى أو دبس تمر. أنا بخلط عسل مع دبس مع شوي حليب محلى. شايفين شكلها ما شاء الله. اللهم صل وسلم على محمد. عاد الطعم والله ما ادري انا، تو بنجربها اول مره. هل هي مقرمشه؟ هل هي لينه؟ هل هي زي الجبنيه؟ هل هي زي عجينه عاديه؟ يلا بكمل ان شاء الله. بسم الله. مثل ما قلت لكم خلطت عسل ودبس تمر وشوي حليب محلى. نحركها مع بعض. وهذا حلان اليوم شك شك ولا شك شك. بسم الله. اللهم صل على محمد. هذا حلا شك شك. بسم الله نتذوق معكم. ما ادري والله وش اوصفه. هل هو يعني مو بزي الجبنية ولا هو زي كأنه فطيرة. نكهة الكاكاو فيه حلوة. جربوه بالعافية. تجربة أنا أحب أجرب. بالصحة والعافية علينا وعليكم.